السلام عليكم. الفترة اللي فاتت حاولت إن أنا أجرّب طرق كتير جدًا للمكرونة البشاميل، وأجرّب اختراعات الناس اللي عملوها علشان يوصلوا للشكل المثالي والقوام المثالي، اللي هو سايح وjuicy كده، وكمان في نفس الوقت ماسك نفسه بس من جوّه juicy وجميل أوي. فأنا خُضت تجارب كتيرة جدًا، أنا ليّا طريقتي الخاصة في المكرونة، وحطيت عليها كمان شوية إضافات حلّيت بيها مشاكل كتير ممكن تواجهِك. المكرونة نشفت، البشاميل حبّة صغيّرين، المكرونة ما فيهاش من جوّه سوائل كتير وتحسّي إن هي ناشفة كده أو دخلت وطعمها مش حلو. تعالي مع بعض نحل مشاكل كتير من المكرونة البشاميل، لو بتعمليها لأول مرّة خلّيكِ تعمليها ولا المحترفين ولا اللي كإنِّك مولودة بتعملي بشاميل أصلًا. تعالي مع بعض نشوف إحنا عملنا إيه، وبجد التريكات دي هتعجبِك جدًا. هي يعتبر أحلى مكرونة أنا عملتها في حياتي، فيها كل خلاصات التجارب اللي أنا عملتها، بجد الrecipe دي فظيعة. تعالوا مع بعض نشوف إحنا عملنا إيه. كنت على طول باشوف بعض الناس بتحط كده بصلاية وفيها يعني عيدان قرنفل كده في اللبن بتنكّه اللبن، وبيقولوا بتنكّه اللبن جدًا. أنا لمّا جرّبتها فعلًا اتفاجئت من النتيجة، بتخلّي طعم اللبن حلو أوي، وكمان نكّهت اللبن وحطيت عليه بقية المطيبات، حطيت عليه كوبيبة صيني اللي هي البهار الحلو في بعض الدول، وحطيت عليه لوري وحطيت عليه مكعب مرق والملح والفلفل بتوعه وسِبتهم يسخنوا مع بعض عشان يطلّع لي كل النكهات الحلوة اللي في التوابل واللي في البصلاية دي. اللحمة بتاعتي عشان أجهّزها، أول حاجة إن أنا باحط معلقة سمنة في الطاسة تكون سخنة جدًا، بانزل عليها باللحمة لحد ما تغيّر لونها. طبعًا لو اللحمة بتاعتِك فيها دهون كتير ما تحطيش معلقة السمنة دي واشتغلي على الناشف. هنا معايا ذرة قرفة وذرة جنزبيل بتنقل طعم اللحمة لحتة تانية خالص، قرن شطة فلفل أو ممكن تحطي شطة باودر والملح والفلفل بتوعِك، جزراية، بصلاية، فلفل ألوان وفلفل أخضر، ممكن تستغني عن أي حاجة مش متوفرة عندِك، بس طبعًا البصلاية والجزراية أساسي. ترِكّة حلوة أوي بتخلّي اللحمة جوّه مش ناشفة، وبتخلّي المكرونة juicy معاكِ من جوّه، هي معلقة صلصة كبيرة أو اللي هو الصلصة البيوريه اللي إحنا بنجيبها، أو لو أنتِ عاملة صلصة في البيت حُطّي فنجان منها وحُطّي عليهم كوباية مَيّة كبيرة وسيبوهم يغلوا كده ويبقبقوا مع بعض. الصوص ده جوّه البشاميل بيفكّرِك كإنِّك بتاكلي لازانيا، أنتِ ما بتاكليش مكرونة بشاميل عادية، كريمي كده وغنية وبيخلّي الصوص من جوّه لونه تحفة. البشاميل في العادي في الطبيعي بتاعه إن إحنا بنحط الزبدة أو المادة الدهنية قد الدقيق. أنا هنا حطيت معايا 4 معالق من السمنة ومعلقتين من الزيت يعني 6 تمام. حطيت عليهم 5 معالق من الدقيق ومعلقة من النشا. النشا عامل ربط حلو جدًا، جدًا، جدًا بيخلّي المكرونة معاكِ حتى وهي سخنة تبقى ماسكة نفسها سيكة كده وبتعرفي تعمليها خُرط وبتبقى جميلة. هابتدي إن أنا أنزل باللبن بتاعي واحدة، واحدة، كل معلقة دقيق بتاخد قدامها كوباية لبن، كوباية لبن بتاعة الشوربة العادية ديّة. ده المقدار المضبوط جدًا اللي هيخلّي معاكِ البشاميل يكون قوامه خفيف ويكون كمان مش تقيل ويكتّل كده بعد ما يستوي وتحسّي إنِّك حتّة المكرونة عاملة زي حتّة الجبس كلّها ماسكة في بعض. تمام. أنا هنا حطيت كيلو من اللبن وحطيت كوبايتين من المَيّة، وممكن تحطّي كوبايتين من الشوربة. عادي جدًا، الموضوع مَرِن جدًا تقدري تستخدمي اللي أنتِ عايزاه. اللبن نكهته كانت قوية جدًا، فما رضيتش إن أنا أحط شوربة، فحطيت مَيّة، تمام. هنا بقى معايا حطيت حبّة كده كبشة من الجبنة، أي جبنة عندِك ممكن تحطيها، أنتِ بتحبي طعمها موتزاريلا، شيدر، رومي، أي حاجة، ممكن ما تحطيهاش، بس الخطوة دي بتخلّي البشاميل كريمي أكتر، بتخلّيه لمّا نيجي نعمله يبقى سايح كده وjuicy وكريمي أكتر. تجهيز الصينية بقى حاجة مهمة جدًا، وطرق التسوية حاجة مهمة جدًا. هنا معايا أنا دهنت الصينية كلّها بفرشة من الزيت، وحطيت كمان رشة من دقيق السامولينا أو دقيق أو البقسماط المطحون. بتفرق أوي في القعر بتاع الصينية وما بتخلّيهوش يتحرق بسهولة أو إن هو ينشف أو إن المكرونة تطلع من تحت ناشفة، تمام. حتى لو نشف بتبقى مقرمشة القرمشة المحببة، فاهمينّي؟ هنا حطيت ربع البشاميل على المكرونة كلّها، وبعدين حطيت مغرفتين حلوين تحت في أرضية الصينية، وبعدين رصيت عليها نُص المكرونة، وبعد كده نزلت باللحمة المعصجة اللي أنا معصجاها بكل العصارة اللي نزلت منها، وبعد كده نزلت عليها برضه بمغرفتين من البشاميل، ده بيساعد على الربط وبيخلّي المكرونة كلّها مندمجة في قلب بعضها، وبعدين رصيت الطبقة الأخيرة من المكرونة. القالب بتاعي ده خد حوالي كيس من المكرونة اللي هو 400 جرام. حاولوا إن المكرونة ما تبقاش نسبتها كبيرة، فاهمينّي؟ يبقى مجرد اللي هو طبقة خفيفة من فوق وطبقة خفيفة من تحت، ما يبقاش كتير. تركة حلوة أوي جربتها وخلت المكرونة ونقلتها في حتة تانية. حطيت معلقة من الجبنة الكريمي على كوباية من اللبن على حبة صغيرين من المية بتاعت سلق المكرونة كمان معلقتين بشاميل، وقلبتهم كلهم كويس جدا مع بعض وحطيتها على الوش قبل ما احط الطبقة الأخيرة من البشاميل. أنا عايزة أقول لكم إن المكرونة
بقت تحفة، بقت بجد من جوّه طرية جدًا كده، والعصارة اللي فيها من جوّه ديّة مخلية طعم المكرونة في حتة تانية خالص. دخلتها على فرن درجة حرارة 180، خليتها قريبة أول حاجة من النار من تحت أول 10 دقايق، وبعدين طلعتها حطيتها في نص البوتاجاز في الرف اللي في النص، وسبتها تكمل ال30 دقيقة بتاعتها، ولما لقيت وشها لسه أصفر شوية قمت مشغلة عليها الشواية اديتها وش حلو قوي. أهم حاجة المكرونة ما تقعدش أكتر من نص ساعة في الفرن علشان ما تنشفش منك. تقدري بقى تقدميها وهي لسه سخنة وتبقى جوسي كده، وكل الطعم الجميل ده سايح كده، وتقدري تقدميها طبعا تخرطيها وتعمليها قطع. بعد ما تهدى حوالي ب10 دقايق بجد المعلقة النشا بتفرق جدا في الموضوع ده. لو شايفة ان الوصفة حلوة واستفدتي منها وهتجربيها، يا ريت تقولي لي رأيك في التعليقات، وما تنسيش تعملي لها شير عشان توصل لأكبر عدد من الناس. سلام.